مساء الفل عليك. هكلمك النهارده عن مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري العام بقيادة كولر. الأهلي يفوز على الإسماعيلي 3-1 في برج العرب. كمل معايا الفيديو عشان نقدر نشرح لك بالتفصيل اللي حصل في المباراة. كالمعتاد تشكيلته: محمد الشناوي في الدفاع، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، علي معلول باك شمال، محمد هاني باك يمين، وكوكا اللي هو المفروض يكون بديل مروان نبيل كوكا في مركز 6 في نص الملعب، اليو ديانج وامام عاشور. على اليمين بيرسي تاو، على الشمال حسين الشحات وانتوني موديست رأس حربة. في بداية المباراة فضل الموضوع سجال بين الاثنين، هجمة هنا وهجمة هنا، هجمة هناك هجمة هنا، ولكن كفاءة وكواليتي نص ملعب الأهلي في وجود امام عاشور هيأ الموضوع واحدة واحدة لنص الملعب يكون الأفضلية طبعا للأهلي. طبعا لما نص الملعب بيكون مع امتلاك أي فرقة بيكون أحسن للفرقة وبيديها كل شيء في المباراة ممكن تحتاجه من استحواذ، من ضغط، من امتلاك للكورة، من حرمان الفريق التاني من الكورة. بداية المباراة في الدقيقة 7 أنطوني موديست بيضيع انفراد سهل كده، بس تحس إن الدنيا مش ماشية معاه، يعني طول الماتش تحسه مش عارف يجري، مش قادر يجري، يعني تحس إن هو لا لسه ما انسجمش، لسه قدامه شوية. مع إن لعيب مثلا زي رضا سليم بقاله لعب ماتشين ثلاثة مكسر الدنيا وجاب جون وتعالى لبس انذارات في الماتش الأولاني بتاع المصري. مختلف تماما. أنطوني موديست لسه قدامه شوية عبال ما يتأقلم مع الأجواء المصرية. من النقاط البارزة في الشوط الأول ياو النور مهاجم الإسماعيلي. ياو النور مهاجم الإسماعيلي مهاجم قوي جدا، عشان كده مارسيل كولر أراه وبدأ يحط له المان بتاعه اللي هو ياسر إبراهيم، لدرجة إن ممكن تلاقي ياسر إبراهيم ماشي معاه في نص الملعب أو معدي الناحية التانية ناحية جون الإسماعيلي. عشان كده ياسر إبراهيم قدر يشيل منه كذا كرة في الشوط الأول، وده كان مكمن الخطورة في الشوط الأول. ولعلمك جاب جون هو برضه ياو النور في الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة، لأن هو لاعب خطير جدا ممتاز. مع امتلاك الاهلي لنص الملعب ايهاب جلال ابتدى يمشي طبعا بكواليتي اللعيبه اللي معاه واحده واحده عشان يقدر يسير النادي الاهلي، ولكن ما قدرش. امام عاشور قدر يخترق من الناحيه الشمال اللي هو متعود عليها، من ناحيه علي معلول وناحيه حسين الشحات او رضا سليم ايا كان، وقدر يسدد واحده بشماله ويتصدى ببراعه حارس الاسماعيلي في الدقيقه 20. في الدقيقه 22 بيرسي تاو يفتتح اولى اهداف النادي الاهلي بعد متابعه من كره حسين الشحات اللي هو اصلا ابتدى الهجمه. حسين الشحات خد الكره من نص الملعب من كوكا، شاف معلول واقف قال له خد يا معلول، معلول ده لامام، امام ده للشحات، الشحات اخترق بيمينه وحطها على عدته خالص عشان هو يشوط برجليه اليمين، غمزها ار2 باليمين، خبطت في العارضه لبيرسي تاو اللي جاي يا دوبك موه كده الحارس وحطها له في سقف الشبكه. والهدف الاول للنادي الاهلي. بيرسي تاو النهارده عامل مباراه عالميه هو حسين الشحات، ويعتبر رجل المباراه مناصفه مع حسين الشحات وياسر ابراهيم اللي عمل اداء قوي جدا دفاعيا. كل شيء في المباراه كان ماشي كويس والاهلي جاب هدف وضاغط، لكن الحاجه الصعبه جدا اللي حزنت جمهور الاهلي وحزنت الناس كلها هي اصابه امام عاشور، لانه كان وجوده فارق. وجوده فارق ليه؟ لان بعد ما امام عاشور طلع نص الملعب بتاع الاهلي ضاع. نزلت طبعا عندي علامه استفهام كبيره طبعا على كولر لما نزل طاهر محمد طاهر. طبعا عندك قفشه، ما نزلش قفشه ليه؟ طبعا نزل قفشه في الدقيقه 80 او 88 ايا كان، ما اضافش الاضافه اللي كان محتاج. طاهر بعد كده ابتدى يخش كجناح ويلعب حسين الشحات كرقم 10 او مكان امام عاشور كصانع لعب ايا كان المسمى، ولكن برضه ما اداش بالكواليتي والكفاءه بتاعت امام عاشور في نص الملعب. بنتمنى له السلامه، امام لاعب قوي جدا لدرجه، وروي فيتوريا خده معاه برضه في قائمه المنتخب اللي جاي مع مصر والجزائر. كوكا لقى الناس زعلانه كده، لا يا جماعه انتوا زعلانين على اصابه امام، طب خد يا عم الاسيست الحلو ده يا حسين الشحات. وحسين الشحات طبعا قريله وقاطع معاه وجاري. كوكا من قبل نص الملعب وعند الدايره بتاعت نص الملعب اللي هو نص ملعب الاهلي اصلا، كوكا اداله واحده بشماله طلع حسين الشحات. حسين الشحات مخترق في قلب الدفاع انفراد، حطها على يمين حارس الاسماعيلي، والهدف الثاني للنادي الاهلي، والمباراه تشتغل وتعتبر بنسبه كبيره المكسب مضمون للنادي الاهلي. نهايه الشوط الاول كانت في كوره كده قريبه من منطقه الجزاء اللعيبه بتريحها لبعض، علي معلول بحب يريحها للشناوي، لكن ياو النور المتالق زي ما بقول لك قدر يخطفها وقدر يسددها، ولكن الشناوي كان موجود وصحي وشالها. كان نقطتين فنيتين بيلخص لك الشوط الاول بيحكي عن ايه؟ بيحكي عن وجود امام عاشور كافي انه يهد اي فرقه قدام، مع كواليتي ديانج وكمان كوكا في نص الملعب. الثلاثه دول مع التغييرات اللي ممكن تحصل الروتيشن مع دخول السوليه او كريم نيدفيد او اكرم توفيق، او كمان ممكن تلعب قفشه او ممكن تلعب اي حد تاني رقم 10 معاهم زي تاو او الشحات زي النهارده، بيديك فعاليه اقوى لهجوم الاهلي قدام اي حد. بدليل مع خروج امام عاشور المصاب ونزول طاهر محمد طاهر كواليتي قل خالص في الملعب.
نقطة مهمة جدا، كوكا مستقبل نص ملعب الأهلي ومن اللعيبة الشباب اللي مارسيل كولر ما رضيش يتخلى عنهم للبيع أو حتى الإعارة، لأنه عارف مستواه وجربه في أكتر من مرة. كان بيلعبوا باك شمال بيجيد، بيلعبوا نص ملعب مركز 6 أو 8 برضه كان بيجيد، وأجاد النهاردة عمل أسيست مش سهل على أي حد يعمله ويقراه القراءة الفنية، وكان الاسيست لحسين الشحات في الهدف الثاني. النقطة السلبية الوحيدة في الشوط الأول هي أنتوني موديست اللي مش قادر يجري، تحس انه لسه ما تاقلمش زي ما قلت لك، ولكن مستنيين ان هو يتحول. يعني عايز اقول لك محمد زعلوك في الشوط الثاني لما نزل عمل حركه عنه. مع بدايه الشوط الثاني ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي لقى ان هو خلاص بقى مضغوط وخسران 2 ما لقاش حاجه يبكي عليها، فادى معلومه للعيبه بتاعته هي التسديد من اي حته، من بعيد من قريب من شمال من يمين، سدد من اي حته. وكان بدليل وقتها اول ربع ساعه الاسماعيلي من الشوط الثاني مسكوه ماسك قوي جدا، التسديد من كل حته، والشناوي يشيل وعبد الرحمن يشوط بره. كانت كره جميله جدا، عبد الرحمن خدها ودخل وقطم وشاط بشماله على عدلته ولكن تطلع بره. زي ما قلت لك من الدقيقه اول الشوط الثاني لحد الدقيقه 60 نادي الاسماعيلي كان متمركز وكان ضاغط وكان بيسدد وكان بيعمل كل شيء، ولكن الكواليتي بتاع اللعيبه بتاع الاسماعيلي ما كانش قادر يكمل نقطه الضغط او نقطه الاستحواذ على لعيبه الاهلي. الاهلي كان متراجع، الاهلي كان بيدافع، الاهلي كان بيسيب الكوره او مش قادر يجيب الكوره، ولكن بعد الدقيقه 60 الوضع اتغير. محمد طاهر بيخترق وبيعدي، بيعمل اسيست عرضيه لانتوني موديست اللي مش هنا معانا خالص، تعدي منه للي جاي زي القطر السريع على عدلته وبشماله بيرسي تاوي يحطها، والهدف الثالث للنادي الاهلي. بيرسي تاوي هداف النادي الاهلي وهداف الدوري ب4 اهداف، هدفين النهارده وهدفين في المباراه الاولانيه بس، والاهلي لعب مباراتين لسه فاضل له مباراه مؤجله ولسه الجايات اكتر. بعد الهدف الثالث اللي جه في الدقيقه 62 ولحد الدقيقه 70 او 75 80 فضل الاهلي متماسك وماسك نص الملعب وقادر يسيطر وقادر ان هو يلعب اي حاجه واي العاب عايز يعملها. لكن حسيت شويه ان الاهلي ابتدى خلاص خد اللي عنده من المباراه وخلاص انا كسبان 3-0، ابتدى يبقى فيه ارتخاء شويه في الحته الدفاعيه بعد ما كان ياسر ابراهيم عامل مباراه قويه جدا مع ياو انور. ياو انور تتسقط له كوره في ال 18 يعدي بيها يوصلها لزميله وزميله يحطها بشماله تطلع على يمين القائم بتاع الشناوي من بره لحسن الحظ، ولكن حسن الحظ ده ما دامش كتير. كولر لقى نفسه كسبان 3 قال لك اما اغير يا ابني، تعالى انتوني موديست انت مش نافع معانا. طبعا زعلوك لان كهربا موقوف من الدوري، نزل زعلوك اللي عمل اداء كويس جدا ولسه ما اقدرش احكم عليه، لكن بيجري بيعافر بيحاول، لسه مش ماشي معاه. لكن انا بقول لك ان هو زعلوك دوت لو خد فرصه ممكن يبقى مهاجم محترم جدا. نزل قفشه وطلع ديانج زي ما قلت لك، نزل كمان خالد عبد الفتاح وطلع محمد هاني عشان يرتاح شويه، وكان نفسي يطلع علي معلول ويسيب هاني ولكن هو ليه رؤيه فنيه. 88 بيرسي تاو وما حبش يدينا هاتريك، كانت جات له كوره كان ممكن يحطها في الجون هاتريك، ولكن لعبها بشماله تشيب طلعت بره الجون، ولكن اللي يضيع يستقبل. اللي ضيع يستقبل كوره تعدي برضه توصل الناحيه الثانيه لمهاجم الاسماعيلي، يخش بقى عبد الرحمن مجدي 1-2 علي معلول متاخر، يخش عبد الرحمن مجدي يسددها يتصدى الشناوي اللي ياما تصدى وشال، لكن في اللحظه دي ياسر ابراهيم اختفى ونسي رقبته اللصيقه لياو انور اللي جاي من ورا حطها، ويصبح الهدف الاول للنادي الاسماعيلي للمجتهد المتالق ياو انور. في المجمل مباراه كويسه جدا للنادي الاهلي، قدر يكسب 3 في الدوري. جه في جون ودي الحاجه الوحشه لجماهير النادي الاهلي، ولكن 3 مش وحش. ثلاثيات كولر مستمره ومكمله، وطبعا الابداع من ناصر كولر ورجال. كل التوفيق ان شاء الله للاهلي في المباراه الجايه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. شكرا.